السيد طارق الهاشمي؟ الهاشمي يمكنه الهروب بسهولة، يعني إقليم كردستان مفتوح على أكثر من مكان، يمكن بحماية من القيادات الكردية تهريب الهاشمي بسهولة، ولكن يجرؤ على الاقتراب من الهاشمي إذا كان في حماية الرئيس طالباني ورئيس كردستان شخصيا مسعود بارزاني. يعني في ظل وجود تلك الحماية الهاشمي ليس بحاجة إلى الهروب، لأنه لا أحد يستطيع الاقتراب منه، لأنك كما تعلم ويعلم المشاهدون وخاصة العراقيين أن إقليم كردستان يعتبر دولة مستقلة عن العراق، لها قواتها ولها أسايشها أي قوات الأمن الخاصة بها، ولها جهاز استخباراتها، ولها مجلس وزرائها وبرلمانها. ولكن يعني اسمح لي أتدخل معك أستاذ شناوي في هذه تحديدا. نعم. يعني وزارة الداخلية بإقليم كردستان في 4 آذار الحالي اعتبرت قضية الهاشمي، هذا في بيان صدر عنها، لا نأتي بكلام من عندنا، وأؤكد بأنه بيان من وزارة الداخلية بإقليم كردستان، اعتبرت قضية الهاشمي جزء من الصراع بين الشيعة والسنة، وبأنها ليست مشكلة الكرد، ودعت الداخلية العراقية لاعتقال نائب الرئيس العراقي بنفسها، وأكدت بأنها لن تقوم الداخلية في كردستان بالدفاع عنه وحماية الهاشمي. كيف إذن لنا أن نفسر هذا الموقف أستاذ محمود؟ هي قالت إذا كنتم تريدون أن تعتقلوا الهاشمي اعتقلوه، نحن لسنا لنا دخل في هذه القضية. هذا من قبيل توزيع الأدوار بين الأكراد للضغط على أطراف بعينها والحصول على مكاسب بعينها. الأكراد هم خير من يناورون في العملية السياسية بالعراق. أولا الداخلية الكردستانية لا تحمي، هي ليست هي المنوطة بحماية طارق الهاشمي. المنوط بحماية طارق الهاشمي جهتان، الجهة الأولى الحرس الخاص للرئيس طالباني باعتباره رئيس الدولة، والجهة الثانية هي البشمركة التابعة لطلباني أو جزء من البشمركة التابعة لبارزاني. فالداخلية لا تملك القوة أصلا على حماية الهاشمي، وليست الجهة المنوطة وليست الجهة المسؤولة عن إصدار بيان. هذا البيان إذا كان حقيقيا كان يجب أن يصدر من طرف مجلس الوزراء الكردستان في إقليم كردستان أو البرلمان في إقليم كردستان، وليس من قبل وزارة، هي إدارة، يعني تسمى وزارة مجازا باعتبار أن إقليم كردستان هو مستقل عن العراق. وأنا في تصوري الشخصي أن هذا بمثابة توزيع أدوار بين أطراف العملية الكردية للضغط على طرف معين بأنهم يمكن أن يفعلوا ذلك، ثم يخرج طرف آخر ويقول لا. هذا يعني صدر قبل ذلك بيان عن الجهة التي تحمي الهاشمي وهي الحرس الخاص بطالبان، أنه لا يستطيع أحد الاقتراب من الهاشمي. جميل. أنا بس أريد أن أقول بأن هذا البيان وزع على العديد من المواقع الإخبارية لمن يريد أن يرجع إلى هذا البيان أستاذ محمود الشناوي، وهو من كذا مكان حتى لا يقول أحد بأننا نفتئت على أحد أو لا وصلني البيان وقرأته أكثر من مرة، كما وصلني البيان الأول أو تصريحات لم تكن بيانا بأنه الهاشمي في حماية شخصية من الرئيس طالباني ولا يستطيع أحد الاقتراب منه باعتباره ما زال نائبا للرئيس وله حصانة. سيادتكم أستاذ شناوي قلت بأنه من السهولة بمكان بأن يهرب السيد طارق الهاشمي أو يخرج خارج إقليم كردستان العراق إلى خارج العراق، ولكن أنا أريد أن أعرف هذا بالنسبة لأن إقليم كردستان العراق كما أفهم من كلامك يبدو بأنه منطقة مستقلة بذاتها وبعيدة عن الحكومة المركزية، والحكومة المركزية يبدو أنها من كلامك أستاذ شناوي لا تستطيع أن تتحكم حتى في إقليم كإقليم كردستان العراق. هذا صحيح؟ ليس من كلامي، هذا هو الواقع الذي أقوله لك، هذا هو الواقع. إقليم كردستان يتمتع بحكم ذاتي، فهو إقليم شبه مستقل ليس من الآن، يعني عززت تلك الاستقلالية وكرست بعد الاحتلال الأمريكي طبعا، والخدمات التي قدمها الأكراد للأمريكان والدور الذي لعبوه في العراق ما بعد صدام حسين. ولكن حتى منذ عهد صدام حسين في العام 91 والأكراد هم شبه مستقلين، يعني دولة داخل الدولة. طبعا دولة داخل الدولة، لهم وزاراتهم ولهم مجلس الوزراء
الوزراء الخاص بهم، لهم البرلمان، لهم قوانينهم الخاصة. أنت كمواطن مقيم في العراق عندما تريد الذهاب إلى إقليم كردستان، وهذا حدث معي شخصيا وأنا صحفي من دولة أخرى وأتمتع بحماية كإعلامي دولي، حدث معي هذا، طلب مني أن أتقدم بطلب وأحصل على كفالة أحد الجهات داخل إقليم كردستان حتى أستطيع زيارة هذا الإقليم. جميل. وأنا صحفي ولي وضعية خاصة، فما بالك بالمواطن العادي؟ طيب يعني أريد أن ننتقل من هذه النقطة أستاذ محمود الشناوي إلى نقطة أخرى. النقطة الأخرى التي أريد أن نتحدث فيها هذا تبعا لإقليم كردستان، بما أنك قلت هو دولة داخل الدولة، وهو لا هناك سيطرة من الحكومة المركزية في بغداد على إقليم كردستان العراق، ولا حتى أن تتدخل في هذه القضية. النقطة الأخرى تبعا لشخصية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، السيد طارق الهاشمي، شخصية طارق الهاشمي هل من الممكن أن يهرب هو خارج العراق إذا أتيحت له الفرصة، أو أم أن شخصيته ليست من هذا النوع أستاذ شناوي؟ أريد أن أعرف. إذا ضاقت الدائرة عليه فبالتأكيد سوف يبحث عن مخرج، وهو سيكون بالتأكيد الخروج من العراق وليس أمرا آخر. أما إذا استمرت الحماية المفروضة له والغطاء الممنوح له، ويقيم كضيف معزز مكرم ويخاطب وسائل الإعلام ويعقد مؤتمرات صحفية، فلماذا يخرج خارج العراق قبل أن تحل المشكلة؟ جميل. اسمح لي أستاذ شناوي أن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة النائب سعيد خوشناو، وهو